Oh hello! Welcome to my channel. شلونكم شو اخباركم؟ اهلا بكم في قناتي. اني اسراء. طبعا رجعت لكم بفيديو جديد، بس قبل ما نبلش سووا لنا لايكات، سبسكرايب اند شير. طبعا اني هسه جوعانه، فبما انه اني جوعانه فكرت وقلت خليني اسوي طبخه. بس شنو هالطبخه؟ طبعا هاي مشتهيتها كلش بسيطه، اشتهيتها، فتعالوا خلينا نسويها سوية. يلا ليتس جو، خلينا نروح. طبعا انا هسه بالمطبخ، يلا خلينا نروح نطبخ الاكل سوا. حبايبي هسه راح نبلش نطبخ. طبعا شوفوا شنو حضرت: طماطة اند بصل واند سكينة. هذني الشغلات نحطها هنا على كتر. وهنا عندنا طاولة العراقية حتى يصير بيها طعم. وهنا عندنا بيضة وحدة، لا تكثرون بيض لان بيض زفر ومو عليكم، خلوها هنا. يلا خلينا نبلش طبخ وحتى نشوف النتيجة النهائية. خلونا لايك. اوكي هسه راح نعلق النار، بس اهم شي ما يقب بوجهنا، اذا قب راح احنا نموت. اوكي هسه ما ادري ليش هالطبخ شو ما يشتغل بس على جهة واحدة. اوكي احنا نطفي ونستعين بروحه الثانية، ماكو شي وقفنا، فراح استعين بهذا الثاني او اخذ البيض على كتف لا تطيح علينا. اوكي هاي سليمة، هاي العين، فراح نصيها يعني خوفا وحرصا على المواعين مالتنا. طبعا ما قلت لكم الاكله اللي راح اسويها هي المخلمه العراقيه. طبعا اني ليس من عشاق المخلمه، بس اذا واحد يجوع راح تصير أكلة كلش ممتازة. يلا الطاوة حمت وراح تدخن، راح تطق علينا. يلا خلينا نكمل بدون حكي زايد. يلا خلينا نبلش نطبخ. الطاوة راح تدخن. نسيت اقول لكم حبايبي، هنا عندنا الزيت العراقي الاصيل، زيت الدار اسمه. نخلي كمية ممتازة ومعقولة وما تكثر. ليش اسرع ما نكثر زيت؟ لان شنو؟ الزيت مضر بالصحة والعافية، فانتم ما يصير تكثرون زيت. وقلت لكم نص العين لا توجوها وبيتكم يحترق وتروحون بيها. هسه من بعد ما كملنا راح نقشر البصل. هذا البصل مالتنا راح نقشره. طبعا يعني بين مشتهيتها مخلم وبين ما مشتهيتها، فشلون بهاي الحالة ما ندري، شلون هيج ما ندري. اوكي هسه احنا ما علينا، راح نجيب وهسه نحمس البصل. نتركها تستوي. وترى هاي المخلمة العراقية صارت جاهزة. فهنا عندنا احنا بيضة وحدة، راح نخليها على الطماطة ونتركها فت 5 دقايق او اكثر لحد ما تصير مخلمة، ما بقى لها شي. بس شو نسوي لها؟ شوية نهدرها، اقصد نعلي النار يعني، وانه بعدين نهدرها ونخليها وصحة وعافية. يلا خلينا مصر بخلة وارجع لكم. وترى هاي المخلمة العراقية صارت جاهزة، ومثل ما تشوفون الشكل يحكي. اصبعوا الجمال، هاي جمال المخلمة مالتي حرفيا. ايش رايكم؟ يلا خلينا نروح نحضر صينيتنا. طبعا مثل ما تشوفون هاي صينيتي، خليت فقط خيار لان نفسي مسدوده، ما اريد ما اشتهي وذيك خاشوقتي. وراح احط الطاوه هنا، وصحه وعافيه عليكم وعلي اني يعني مو انتو. وهسه راح ابدي اكل. وبس حبايبي، هذا كان كل الفيديو. اكلت الحمد لله وشبعت، وكانت المخلمه كلش طيبه وتخبل. سووها كل ما تريدون، سووا لكم شيء تحبونه.
وبس، بعد ما عندي شيء، ومع السلامة.